فاكرين فيديو كنوز ايكيا اللي فات؟ طب خلوني اقول لكم الحقيقه. في حاجات انا جبتها من سنين من ايكيا ولسه لحد النهارده بستخدمها كانها جديده. مش ترند، مش شكل حلو وخلاص، ولكن دي قطع نجحت في اختبار الزمن بجد. وفي فيديو النهارده هوريكم 10 قطع من اصل 20 قطعه انا فعليا معتمد عليهم بشكل يومي، وهقول لكم ليه القطعه دي بالذات استثمار ذكي بيخليني اشتريها وانا مغمضه ومن غير اي تردد. فلو بتجهزي بيتك او عروسه وعايزه تشتري حاجات تعيش معاكي سنين، فالفيديو ده هو دليلك الحقيقي. يلا بينا. نبدأ بالبطل الصامت في بيتي، أطباق أيكيا دي. أنا جايبة 6 من كل شكل تقريبا، وعايزاكي تركزي معايا ليه دي أذكى صفقة ممكن تعمليها من أيكيا. أولا خفيفة جدا، يعني استخدام يومي وغسيل ولا أسهل. ثانيا شكلها بسيط وشيك، تنفع على أي سفرة سواء يوم عادي أو عزومة. وثالثا بقى ودي الأهم، سعرها حلو جدا، فمش بقلق خالص لو طبق اتكسر عادي بجيب غيره، وده لأنه بيتباع كمان بالقطعة. وكمان بتدخل غسالة الأطباق والميكروويف عادي جدا. والحاجة اللي بجد فرقت معايا إن بقالهم سنين عندي ولسه شكلهم زي الجديد. ولما شفت اللون المنتي جرين الجديد على موقع ايكيا من الأطباق دي، بفكر أعمل ميكس بين الأبيض والأخضر على السفرة، حاسة هيبقى شكله شيك جدا. شاركوني برأيكم في الكومنتات، هيفرق معايا جدا. وبما إننا بنتكلم عن الأطباق، لازم أوريكم منقذ كل أم بجد. بصي، ده مش مجرد طقم أطفال، ده الطقم اللي بيخليكي مطمنة طول اليوم. أولا مش بيتكسر، يعني وقع اترمى اتزحلق مفيش أي مشكلة، لأن البلاستيك بتاعه خالي من مادة البي بي اي الضارة، ودي أهم حاجة بندور عليها لولادنا. فأنا بستخدمه وأنا مرتاحة ومطمنة جدا. ثالثا ألوانه مبهجة قوي، بتفتح نفسهم على الأكل حتى في الأيام اللي مفيش نفس فيها. أنا بستخدمه يوميا حتى بعد ما ولادي كبروا، فطار سناكس وكمان في أعياد الميلاد. وبعد سنين من الاستخدام الحقيقي لسه زي ما هما. فنصيحتي لأي أم، الطقم ده من أيكيا اشتريه وانتي مغمضة. طيب ندخل للمطبخ بقى. الطقم ده من الحاجات اللي معتمد عليها في بيتي بقالي 10 سنين تقريبا، فلو بتدوري على طقم مطبخ يجمع بين الشياكة والعملية، يبقى الطقم ده اختيار ذكي جدا جدا ليكي. بيجي 5 قطع، كل قطعة ليها استخدام واضح، يعني مفيش حاجة مرمية وخلاص، كله بيستخدم فعلا. خامتهم فوق الممتازة، ما بتجرحش أبدا التيفال والجرانيت. زي ما قلت لكم أنا عندي الطقم ده بقاله 10 سنين تقريبا، ومع الاستخدام اليومي التقيل طبيعي يبقى فيه استهلاك بسيط قوي مع الوقت. بس الأهم إنه لسه مكمل معايا بكفاءة عالية جدا لحد دلوقتي. فلو عايزة حاجة تعتمدي عليها فعلا وتكمل معاكي سنين وسنين، ده من القطع اللي تستاهل كل جنيه حرفيا من أيكيا. والقطعة دي بتتباع لوحدها مش مع الطقم، من أكتر الحاجات اللي بستخدمها في مطبخي. أي حد بيعمل بشاميل كتير عارف قد إيه الموضوع ممكن يبقى مرهق شوية، بس القطعة دي فرقت معايا جدا. بتوصل لكل حتة في الحلة، فمفيش تكتلات، والتقليب بيبقى مظبوط وكمان سلس. وصلنا للبطل الخفي اللي أي مطبخ محتاجه فعلا. مفرمة التوم دي مش مجرد أداة، دي منقذة وقت وكمان مجهود. بضغطة واحدة بس التوم بيطلع مفروم ناعم وجاهز. وبتخلصك من أسوأ حاجة إن ريحة التوم تفضل لازقة في إيدك اليوم كله، والجزء الداخلي بيتفك ويتغسل في ثواني تحت المية من غير أي تعقيد. من يوم ما جبتها وحقيقي ما بقتش أشيل هم فرم التوم خالص. لازم نعرف كمان إن فرم التوم فريش بيحافظ على الزيوت الطيارة والفوائد الصحية أكتر بكتير من التوم اللي متخزن. فلو بتطبخي كتير وبتحبي نكهة التوم قوية، هتفهمي ليه دي من أكتر الحاجات اللي أنا بستخدمها فعلا. ممسحة الزجاج دي من أكتر الحاجات اللي بتدي إحساس رضا فوري وإنتي بتستخدميها. نقدر نقول الحل السحري لأي مرايات أو كابينة شاور في البيت. كلنا بنعاني من المرايات اللي عليها بخار أو بقع بعد الشاور، بس هنا السحر بيحصل في ثواني. بحركة واحدة بس بتشيل كل المية والبخار، وتسيب السطح نضيف ولامع من غير أي خطوط. وأكتر حاجة بحبها فيها إنها بتخلي تنظيف زجاج البيت بالكامل مهمة سريعة جدا وكمان مريحة. حرفيا من أكتر الحاجات اللي بتخلي البيت يلمع فعلا. والحاجة اللي اكتشفتها مع الاستخدام إن الفرشة دي من أيكيا مش بس للبرطمانات والكوبايات الطويلة، هي كمان بتفرق جدا في الأماكن اللي بتبقى صعبة في التنظيف، زي الشبابيك الألوميتال، سلات القمامة في البيت، حوض الحمام، حوض المطبخ. أما مصفة المعالق الستانلس ستيل من أيكيا، قطعة مفيش مطبخ شيك بيستغنى عنها، وبتعيش العمر كله لأنها متينة قوي وستانلس بيور. هي في الأساس مصفى، بس أنا بصراحة بستخدمها كمنظم للمعالق والسكاكين الكبيرة على الرخامة، بتبقى قريبة مني وقت الطبخ وسهلة قوي في الاستخدام، وبتدي شكل مطبخ مرتب وشيك جدا. مجرد وجودها على الرخامة بيغير الشكل كله الحقيقة. وكمان ممكن تستخدميها المكتب أو حتى فرش الميك اب. قطعة واحدة بس بتشتغل أكتر من وظيفة وفي أكتر من مكان، وكمان شكلها شيك جدا.
فبذمتكم احنا محتاجين ايه اكتر من كده؟ دي بقى مشابك التنظيم الصغيرة اللي في بيتي. الطقم فيه 26 قطعة، وانا بصور لكم دول بس علشان الباقي شغال في كل حتة في البيت. الحقيقة كلنا عندنا نفس المشكلة، اكياس مفتوحة في المطبخ بتعمل فوضى. بس هنا الحل بسيط جدا. المشابك دي قوية ومحكمة، بتقفل الكيس بإحكام وتحافظ على الأكل طازة. وبستخدمها في كل حاجة تقريبا، مكرونة، توابل، شيبسي، خضار في الفريزر، وحتى المنظفات. اختراع بسيط جدا بس مستحيل استغنى عنه، ودي من اكتر الحاجات اللي بتعمل فرق فعلا في تنظيم البيت. المصفى دي بقى فهي صديقتي في غسيل الخضار والفاكهة بشكل يومي. تصميمها خفيف وعملي جدا، والفتحات بتاعتها بتصفي المية بسرعة. خامتها ممتازة ومتينة جدا. بحب انها سهلة في الاستخدام والتنظيف، وكمان بتدخل غسالة الأطباق. باستخدمها تقريبا في كل وجبة بحضرها. قطعة بسيطة بس بتنجزني جدا. أما الاسباتيولا دي حرفيا إيدي اليمين في المطبخ، مرنة جدا وده سرها. بتدخل في كل زاوية في الطبق أو الحلة، وتجمع كل حاجة من غير ما تسيب أي بقايا. وطبعا مش بتخدش ولا بتبوظ أي سطح، فبتستخدميها على تيفال، جرانيت وغيرهم وانت مطمنة. بستخدمها في كل حاجة تقريبا، تقليب صوصات، تجميع كريمة، حتى فرد العجينة. قطعة شكلها بسيط قوي بس في المطبخ بتعمل شغل كبير جدا. وزي ما شفتوا كل قطعة من دول ليها تجربة وقصة عايشة معايا بقالها سنين. الاختيار الذكي مش في إن الحاجة تكون غالية، ولكن في إنها تحل مشكلة حقيقية وتعيش معاكي لأطول فترة ممكنة. بس ما تنسوش في كنوز تانية مستخبية كتير. ولو لسه ما شفتيش الجزء الأول اللي حقق تفاعل كبير على القناة، هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة. روحوا شوفوه حالا، لأن فيه قطعة بتكمل اللي قلناه النهاردة. وهسيب لكم كمان لينك الفيديو في اول كومنت مثبت وفي وصف الفيديو كمان. فلو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا الجزء الثالث بسرعه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر قطعه عجبتكم وحسيتوا انكم محتاجينها فورا. وشاركينا كمان ايه القطع اللي عندك من ايكيا ما بتقدريش تستغني عنها في البيت. خلينا كلنا نفيد بعض. اشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.